مرحبا وسلام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ويا رب السودان يحظى بالأمن والسلام. قصتنا اليوم قصة حقيقية عن واحد سوداني جاء عمرة، والسوداني ده بدوي يعني من القبائل العربية الرعوية. ففي العمرة اتعرف على واحد وسبحان الله حباه والداك حباه وحصلت بينهم ألفة. فبيتونس مع السوداني، قال له انت بتشتغل شنو؟ قال له والله انا بدوي راعي ابل. قام الراجل قال له والله انا بفتش لي في راعي ابل، انا عندي حلال وبهايم وكده وبفتش لي في راعي ابل، وبالذات سوداني عشان انتم معروفين بالامانه والصدق وكمان عندكم خبره في الابل. قال لي والله لو بتعمل لي اقامه انا ما عندي مشكله. قال لي جدا ابشر، تنتهي عمرتك تسافر برسل لك الاقامه وتجي. فعلا السوداني انتهت عمرته ورجع، والراجل ارسل له الاقامه. جا قاعد عنده في البر في الصحراء 9 سنوات. في 9 سنوات السوداني اثبت امانته وما شاء الله عالم بشؤون الابل يعني. فقام بقى استأذن كفيله انه يتاجر. كفيله قال لي انا مراعي تجارة، قال لي انا بتاجر، بشتري منك وببيع وبخد الارباح عندك. قال لي تمام. فسبحان الله مشت معاهم. السوداني كل شوية بقى تجارته ماشية. فقال انا في البرد لو حاجتي دي سرقت او اديها وين؟ فقال الكفيل خلي الحاجات عندك. جاتني كحة. قال لي خلي القروش عندك. فبقى يشتغل ويبيع وراعي له في إبله وبهايمه وحاجاته، زايد رواتبه ما بشيله. قال لي أنا قاعد في البرد أمشي وين؟ لما كمل 9 سنة رواتبه زايد التجارة يتعدد 300,000 ريال. جا قال لي والله أنا بعد ده خلاص اديني قروشي اللي عندك وأنا مسافر ماشي السودان أعمل لي مشروع وخلاص أتزوج وأقعد جنب أهلي. قام كفيله قال له جدا بس يا ريت انت بتفاجأتني وتبي تروح وتخليني وانا شو اسوي منين تلقى لي راعي امين زيك وكده. اعطيني السنه دي اكون دبرت لي واحد بالحلال زيك وشرواك وكده. قال لي خلاص. تم السنه. بعد سنه قال لي خلاص والله يا ود الناس انا بعد ده ماشي بلدي. قام قال لي خلاص شيل ذبيحه عليك الله وديها لي البيت عند الاهل هناك. قال لي جدا. السوداني ذبح الذبيحه وخدتها في كرتونه كده ده وشالها مشي بيت الكفيل. دق لهم تلفون قال لهم رسلوا زول يشيل الذبيحه من برا. قامت مرته وقالت له والله ما في احد في البيت، تعال دخلها انت. طبعا هم بيثقوا فيه وليه سنين عندهم. دخلها لحد جوا وطلع رجع بيته اللي هو في البر محل قاعد. تاني يوم جات الدورية واوي 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 واوي، خامشوا لك السوداني ودوا القسم. يا اخواننا في شنو يهديكم يرضيكم؟ شو السالفة؟ ايش صاير؟ قال لي ابدا هناك بتعرف. لما مشى لقى الضابط صار يوشه وهايج. قال له خير يا ابن الحلال ايش في؟ قال لي خير يجي من وجهك خير يا ناكر العشرة يا جاحد المعروف يا السوداني. قال ليش فيك؟ الضابط قال له عليك بلاغ متهمينك بتحرش. السوداني قال لي انا اتحرش بشنو؟ قال لك انا اتحرشت بناقه ولا جمل ولا بعير ولا اتحرشت بشنو؟ قال لي بمرة الكفيل. قال لي انا اتحرشت بمرة الكفيل. المهم قال له ده بلاغ مرفوع ضدك، هتقعد في اللي هي الحراسه يعني لحد ما يتم الفتوى في امرك. قالوا الحراسه مستغرب، مرة الكفيل دي شفتها وين انا عشان اتحرش بها؟ اصله ما خطر في باله انه دي حركه عاملينها عشان يسجنوه ويساوموه على حقوقه او يتخلصوا منه بالسجن. جات القضيه استمرت لحد ما القاضي اجلها، قال لهم 10 يوم للنطق بالحكم، لكن التهمه لابساك. ودوه بعد كده السجن غير الحراسه دي، ودوه السجن. قعد له كم يوم كده بس الليل كله يصلي ويدعي ويبكي، يصلي ويدعي ويبكي، يا رب يا رب يا ربي إني مظلوم فانتصر، إني مغلوب على أمري، ما في أي دليل يشفع لي.
وانا دخلت بيت الناس دي فعلا وديت لهم الذبيحه، والتهمه لابساني يا رب يا رب. المهم بعد كم يوم كده جابوا لهم واحد رد سجون، كل كم يوم يسجنوا يفكوا، كل كم شهر يسجنوا يفكوا. والسوداني مساهر وبيقرا قران وبيصلي، قام قال لي تراك بلشت انا خلاص طفي اللمبه. قام السوداني قال لي حاضر، طفى اللمبه وبقى يعيد. ثاني يوم المسجون ده قال لي وش بلاك انت ايش فيك يا زول؟ قام حكى لي قصته. قام ده قاعد يضحك قال لي شوف ترى الطيبين وشروا الطيب مثلك ما بتنفع معاهم الحاجه دي، انت لازم تسمع كلامي اللي انا بقوله لك، انا بديك خطه بخلي تظهر براءتك. قام قال لي شنو؟ قام قال له تن قال لي هو خطه. السوداني قال لي اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، انت ذاتك زور رد سجون وما انتوا كفو، وانا حاجه زي دي ما بعملها. قام المسجون قاعد يضحك قال لي خلاص اقعد احلف وتقسم واقول والله اني بريء والله اني بريء، والتهمه لابساك واصلا هم قاصدين عشان ما يدوك حلالك وفلوسك. هذه 300,000 يعطوها لزول ياخذها يروح بلده بتشوف. السوداني قال لي زول الله معي، الله شايف وعارف. ها بكره نطق بالحكم. جا الكفيل ومرته اكدوا شكواهم واكدوا اتهاماتهم، والقاضي قال له يا زول ما تعترف، تهمه لابساك. قال لي والله العظيم انا زي ما قلت لك كفيلي ده طلب مني ذبيحه، مشيت وديت المره قالت لي في التليفون ما في زول دخلها، وانا اصلا زول ثقه دخلتها المطبخ، والمره برجوعها انا هسي تميت ال9 ل10 سنوات، يعني 9 زي السنه الاخيره تميت 10 سنوات بعينيتي ما شفته الشاي هبي برجوعها لابسات البراقع. قام قال لي يا زول التهمه لابساك. قام قال لي طيب ممكن تديني نص ساعه؟ القاضي قال لي ده تسوي شنو؟ قال لي بس داير اقعد اتشاور مع نفسي واجيك. قاعد يفكر في كلام المسجون، قال يا اخي خربانه والتهمه لابساني وحتحبس. قام جا راجع قال لي يا مولانا القاضي انا عايز اعترف. قال لي تفضل اعترف. قال لي وانا فعلا اتحرشت بها، لكن القصه ما تحرش، انا عندي علاقه مع زوجة الكفيل دي لي سنه وبنوم معاه وبسوي معاه اي شيء، وهي اصلا معجبه بي وهي اللي بدت. وكل ما الكفيل ده يسافر ولا يكون عنده حاجه تتصل علي تقول لي البيت فاضي، وهسي قلبت علي وحبت تشتكيني. بس المره قعدت ببرقوعها قعدت يا وجه الله قسما بالله ما صار وراجلها والشكل دورت. قامت المره قعدت تكورك وتحلف قالت قسما بالله العظيم ما صار ولا سوالي ولا تعرف ولا وجهي ما شافه كذاب المنافق، اصلا هو ولا تحرش بي ولا شيء. القاضي قال لها قالت له والله العظيم ده زوجي ترى غصبني، قال لي نسوي كده عشان فلوس السوداني منين نجيبها؟ قال لي تبلي عليه ونسجن ونرتاح منه، لكن قسما بالله ولا تحرش بي ولا عندي معاه علاقه ولا عارفه ولا حاجه. قام القاضي لفت السوداني قال لي وصحيح الكلام ده؟ قال لي والله صح، لا شفت وشها غير ببرقعها، لا بعرف عنها حاجه ولا شكيله حمراء خضراء ذاته ما بعرفها، لكن انا وكنت حلفت وقسمت ما صدقتوني. وده أسوأ اسلوب انا كنت مفتكر نفسي ان انا حاعمله، لكن نصحني بيه اول مسجون وما كنت ناوي اعمله، لكن لو كنت لقيت اصلا حياتي حتضيع في السجن قلت يلا خربانه ولا تمام. قام القاضي اتلفت لهم وداهم محاضره في الاخلاق، يخص عليكم زول قاعد معاكم 10 سنه تعبان وشقيان في الشمس الحاره وجاري بالبهايم وبالابل ومستأمنكم على حقوقه المستضعف الفقير، بعد ده تجوا تتهموه. المهم بعد كده القضيه مشت والقصه حقيقيه فعليه، الناس القدام بيعرفوها، تمت كم 20 سنه. قال جابوا اليوم عشايرهم وقال له تكفى سامحنا وتنازل عن حقك وشنو، طبعا عارفين السودانيين طيبين. يتنازل. لما مشي القاضي قال انا بتنازل عن حقي ما داير حاجه، بس يدوني قروشي وحقوقي وحاجاتي. تم كم 300,000. القاضي قال له يدوك، حكمت عليهم يدوك قروشك و100,000 تعويض على الاتهام اللي عملوا لك، وبعد كده حق القانون حق الدوله برضه حكموا عليهم بسجن وكده. توته قصه الحدث. يعني الراجل البخيل الجيعان ابى يدي حقوقه، هسه بقت فضيحه وجرسه ودفع قروشه ودفع فوق لها 100,000، وحق الضعيف ما بيضيع، والظالم المفتكر انه استوى بيظلمه على زول ضعيف لو ما اخذ حقه في الدنيا حياخده في الاخره. فاتقوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه.